طلابنا حبايبنا طلاب الصف الثاني البكالوريا، النهارده معاكم في اول درس في منهج التاريخ لسنه ثانيه بكالوريا، وهو بناء الدوله المصريه. اول درس معاك حصريا بنشرحه لك اول ناس في الجمهوريه. الدرس ده بيكلمنا في اول جزئيه فيه عن تعريف الدوله. ايه هي الدوله؟ تعريف الدوله ده متقسم لاربع اجزاء. التعريف ده متقسم لاربع اجزاء. اول حاجه هي وحده سياسيه تشغل حيزا جغرافيا محددا. عايز يقول لك ان الدوله وحده سياسيه، وحده على بعض، نظام سياسي، كيان سياسي يشغل حيزا جغرافيا محددا، بيشغل مكان معين ليه تحديد جغرافي معين، مش سبهلله. احنا عايشين في وحده جغرافيه تشغل حيزا جغرافيا. من الاخر كده هي حته الارض بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها. يبقى اول جزء هي وحده سياسيه تشغل حيزا جغرافيا محددا وتضم شعبا. مفيش دوله من غير شعب، مفيش دوله عندك من غير ما يكون فيها شعب. الشعب ده يقيم اقامه دائمه، عايش في البلد ليل ونهار، كل يوم اتولد وفضل موجود وعايش في البلد، ويخضع لقوانينها. كلنا بنخضع لقوانين الدولة، مفيش حد فوق القانون، القانون هو اللي فوق واحنا كلنا بنمشي على القوانين دي. مين اللي بيدير الدولة بقى؟ وتديرها سلطة منظمة. مين السلطة المنظمة دول؟ دول كبار رجال الدولة، دول الناس السلطة بتاعتنا، سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية. دول الناس اللي بيقولوا لنا هنعمل إيه في الدولة. ممكن والله نعمل القانون الفلاني، طب إيه رأيكم إحنا هنعمل تنمية اقتصادية في الحتة دي. فالبلد يديرها سلطة منظمة. هنا يجي لك سؤال، من الذي يدير شؤون الدولة؟ هقول له السلطة. طيب السلطة دي بتدير شؤون البلد إزاي؟ بما يحقق الأمن والاستقرار. بما يحقق الأمن والاستقرار. يعني السلطة دي أهم حاجة عندها وهي بتدير شؤون الدولة إن هي تحقق الأمن والاستقرار للدولة، ما يبقاش في مشاكل للدولة. وتمارس سيادتها. يعني إيه تمارس سيادتها؟ يعني هي اللي تقول إيه اللي هيحصل في الدولة، هي اللي تقول لك إيه اللي هيحصل في الدولة، هي اللي بتمارس سيادتها على الدولة. الصوت من دماغها، القرار من عندها. محدش او اي دوله ثانيه يجي يقول لنا احنا هنعمل كذا في الدوله دي او احنا هنعمل القرار ده. هل احنا لو محتلين هيبقى الصوت بتاعنا من دماغنا؟ لا، بيبقى في حد هو اللي سيد علينا. تاني التعريف هي وحده سياسيه، هي حته الارض اللي ليها حيز جغرافي محدد، زي حته الشقه بتاعتنا. هل ينفع اخد جزئيه من الشقه اللي جنبي ولا هي الشقه بتاعتنا بس؟ تضم شعبا. الشعب ده قاعد في البلد يقيم ويخضع للقوانين، هو تحت القانون، كلنا بنمشي على القانون ده. مين اللي بيدير البلد؟ وتديرها سلطة منظمة تباشر اختصاصاتها بما يحقق الأمن والاستقرار. السلطة بتاعتنا اللي بتدير شؤون البلد دي أهم حاجة عندها إن هي تحقق الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت تمارس سيادتها. الصوت بتاعها من دماغها، لها زي ما بيقولوا كده حرية القرار. ده تعريف الدولة. هنا ممكن يجي لي أكتر من سؤال. أول حاجة إن هي وحدة سياسية لها حيز جغرافي محدد. ما ينفعش يشيل كلمة محدد. يعني لو جه قال لك الدولة هي وحدة سياسية تشغل حيزا جغرافيا بس، لا، الحيز الجغرافي بتاعنا متحدد. تضم شعبا يخضع للقوانين. السلطة بتاعتنا هي اللي بتدير شؤون البلد، وأهم حاجة في السلطة دي إن هي تحقق الأمن والاستقرار للبلد، وفي نفس الوقت تمارس سيادتها. يبقى هي اللي بتقول القرارات بتاعتها، سواء القرارات دي داخلية أو خارجية. طيب إيه تاني عندنا؟ أركان الدولة. أول حاجة بيقول لك إيه؟ الدستور المصري اللي اتعمل سنة 2014 بيقول لك المادة الأولى للدستور المصري بتقول لك إن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة. يعني دولة هي اللي بتقول قراراتها، هي اللي بتاخد قراراتها، سواء القرارات الداخلية أو القرارات الخارجية. مصر جمهورية، دولة ذات قيادة. طيب
مين اول رئيس للجمهوريه؟ كان الرئيس محمد نجيب. طيب نرجع للنص بتاعنا تاني. جمهوريه مصر العربيه دوله ذات قياده او ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه. هي حته قماش على بعض كده، مش هنقسمها مش هنجزئها. مصر دوله على بعضها كده زي ما بيقولوا، ولا ينزل عن شيء منها. مش هنتنازل عن اي حاجه فيها. طيب تعالى بقى، نظامها جمهوري. نظام الدوله بتاعتنا مصر نظام جمهوري ديمقراطي. الشعب هو اللي بيختار اللي يحكمه. يبقى نظام الدوله بتاعتنا ده سؤال على فكره ممكن يجي لك. نظام دوله مصر هقول له نظامها جمهوري ديمقراطي. بيقوم على اساس ايه؟ على اساس المواطنه. اكتب عليه سؤال مهم جدا. تقوم دولة مصر على اساس نقط. هقول له على اساس المواطنه، ان احنا مواطنين عايشين في بلد واحده، مواطنين عايشين مع بعض، مش هيفرق ما بيننا لا لون ولا دين ولا جسم ولا الكلام ده خالص. وتقوم على سياده القانون. كل الناس اللي عايشه في مصر تخضع للقانون. الشعب المصري جزءا من الامه العربيه. الشعب المصري جزء من ال 22 دوله العربيه بتوعنا، يعمل على تكاملها ووحدتها. الشعب المصري بيحاول يعمل ان يبقى في تكامل وفي وحده في الدول العربيه. ومصر جزء من العالم الاسلامي. مصر من جزء من ال 22 دوله برضو الاسلاميه بتوعنا. طيب مصر بتنتمي لأنهي قاره؟ تنتمي مصر الى القاره الافريقيه. تنتمي مصر الى القاره الافريقيه. كمان مصر ليها امتداد اسيوي، تعتز بامتدادها الاسيوي. طب فين امتدادها الاسيوي يا مستر مينا؟ امتدادها الاسيوي هو هنا بيكلمني على شبه جزيرة سيناء. يبقى امتداد مصر الاسيوي فين؟ هقول له شبه جزيرة سيناء، وده الجزء اللي موصلنا باسيا. وكمان مصر دولة بتسهم في بناء الحضارة الإنسانية تسهم في بناء الحضارة الإنسانية من أول الفراعنة مرورا بقى كل الحضارات اللي عدت علينا في مصر، ومن ضمنهم فعلا الحضارة الإسلامية. مصر دولة بتساعد في بناء الحضارات الإنسانية. تاني الحتة دي عشان نعرف احنا قلنا ايه. المادة الأولى من دستور سنة 2014 بيقول لي ايه؟ مصر جمهورية دولة ذات سيادة. مصر دولة ليها سيادة موحدة لا تقبل التجزئة. هي جزئية واحدة، هي حتة قماشة واحدة، مش هينفع نقطع فيها. لا ينزل عن شيء منها، ما ينفعش نتنازل عن أي حاجة موجودة جواها. نظامها جمهوري ديمقراطي، ده سؤال. تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، ده سؤال. الشعب المصري جزءا من الأمة العربية. يبقى لو جه سألني الشعب المصري جزء من أنهي أمة؟ هقول له من الأمة العربية، ده كمان سؤال. مصر جزء من العالم الإسلامي، يعني مصر دولة إسلامية تنتمي إلى القارة الأفريقية. أدي سؤال بتاع العالم الإسلامي، وأدي سؤال تاني إن هي بتنتمي للقارة الأفريقية. طيب هل مصر لها امتداد في كل قارات العالم؟ لا، مصر تعتز بامتدادها في آسيا، هي ممتدة لآسيا. طب عن طريق إيه؟ عن طريق شبه جزيرة سيناء. وآخر حاجة في المادة الأولى من دستور 2014 إن مصر بتساهم في بناء الحضارة الإنسانية. زي ما قلت لك من أول الفراعنة لحد وقتنا هذا مصر بتساهم إن هي تعمل حضارات إنسانية. طيب نستنتج إيه من النص اللي قدامنا ده؟ تعالى كده نشوف نستنتج إيه من النص اللي قدامنا ده. طب نمسح كده بسرعة وتعالى نشوف هنستنتج إيه. إحنا قلنا النص بتاعنا أول استنتاج ممكن نستنتجه إن مصر عندها مقومات الدولة. مصر عندها مقومات الدولة. أول حاجة مصر قلت لك تمتلك مقومات إيه؟ الدولة. هي عندها شعب، عندها حيز جغرافي محدد، وعندها كل الكلام ده. مصر تضم شعب، الشعب بتاعنا اللي هو مين؟ المواطنين المصريين. المواطنين المصريين.
مصر ليها حيز جغرافي معترف بيه، ده برضو استنتجناه من هنا ان مصر ليها حدود معترف بيها من جميع دول العالم. طيب كمان مصر ليها سلطة حاكمة. مين الناس اللي بتحكم مصر؟ اول حاجة الرئيس والحكومة والبرلمان. مين هو البرلمان يا مستر مينا؟ ده مجلس النواب. السلطة الحاكمة السلطة اللي بتدير شؤون البلد اللي احنا قلناها فوق. السلطة دي مين عندنا في مصر؟ أول حاجة الرئيس اللي هو عبد الفتاح السيسي ربنا يديله الصحة. الحكومة بتاعتنا رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكل النواب بتوعهم. البرلمان اللي هو مجلس النواب، الناس اللي احنا بنختارها عشان توصل صوتنا. آخر حاجة عندنا النظام القضائي. دول السلطة اللي بيديروا الشؤون الداخلية والخارجية لمصر. طيب يبقى نص المادة الأولى استنتجنا منه 3 حاجات: إن مصر بتضم شعب اللي هم المواطنين المصريين، مصر ليها حيز جغرافي معترف به من جميع دول العالم، كمان مصر لديها سلطة حاكمة تتمثل في الرئيس والحكومة والبرلمان والنظام القضائي. الناس اللي هم كبار البلد دول او الناس اللي ماسكين البلد دول بيعملوا ايه؟ بيديروا شؤون البلد الداخلية والخارجية. والناس دي بتتمتع بايه؟ بالسيادة. يعني ايه تتمتع بالسيادة؟ يعني الناس دي صوتها من دماغها، قراراتها من دماغها. مفيش اي دولة تاني او اي حد تاني بيجي يخلي الناس دول يعملوا اي شغل تاني في البلد. ده الاستنتاجات بتاعتنا من نص المادة الأولى لدستور 2014. طب ايه الأسئلة اللي بتجيلي هنا؟ بيجي لك نص الدستور ده ويقول لك ماذا نستنتج من النص الدستوري ده؟ هقول له بنستنتج ان احنا عندنا شعب مواطنين مصريين، عندنا حيز جغرافي معترف به من جميع دول العالم، عندنا سلطة حاكمة متمثلة في الرئيس والحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية. طيب أي دولة بيكون ليها أركان. أي دولة بيكون ليها إيه؟ أركان. إيه أركان الدولة المصرية؟ إيه أركان الدولة المصرية؟ أول حاجة الشعب. الشعب المصري ده ركن رئيسي وأساسي من أركان الدولة. تاني، الشعب هو ركن رئيسي وأساسي من أركان الدولة. بيشمل إيه؟ بيشمل جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدولة أو خارجها. تاني، الشعب ده هل هو الشعب اللي جوه مصر بس؟ هل هو الشعب اللي جوه حدود مصر بس؟ لا، أي شعب داخل حدود مصر أو خارجها يحمل الجنسية المصرية فهو من ضمن الشعب المصري. يبقى الشعب هو ركن رئيسي وأساسي من أركان الدولة. طب مين هو الشعب أو مين هم المواطنين المصريين؟ هم المواطنين المقيمين داخل أو خارج حدود الدولة، بس شرط يكونوا بيحملوا الجنسية المصرية، ممن يحملون الجنسية المصرية. الشعب ده تبسط الدولة سيادتها عليهم. الدولة بتبسط سيادتها عليهم. الدولة هي اللي بتقول لهم هتعملوا ايه. الدولة هي اللي بتقول لهم القوانين اللي انتوا هتمشوا عليها. تبسط الدولة سيادتها عليهم وفقا للقانون. هنا سؤال تاني مهم، لو جه قال لي كيف تبسط الدولة المصرية سيادتها على أبنائها داخل وخارج مصر، هقول له وفقا للقانون. وفقا لإيه؟ للقانون. طيب، وكلما كان الشعب اللي هو ركن رئيسي من أركان الدولة واعيا بحقوقه وواجباته، لو الشعب ده واعي إيه حقوقه إيه واجباته، الدولة بتاعتنا تكون أقوى وتكون أكثر تقدما وتطور. تاني، النقطة دي مهمة. عايز يقول لك لو الشعب واعي وعارف كده ايه حقوقه وايه واجباته، هيبقى الدوله بتاعتنا دوله متقدمه ودوله متطوره. زي بالظبط لو انت عندك شركه وفيها مهندسين شطار جدا، هتلاقي الشركه بتتطور بسرعه. طب لو فيها مهندسين طالعين بالغش وطالعين بالحب والكلام ده كله، هتلاقي ايه؟ الشركه بتقع. نفس الفكره كده في الدوله. الدوله بتمتلك شعب واعيا بحقوقه، شعب عارف حقوقه وعارف واجباته، الدوله تتقدم وتنهض وتتطور. طيب كمان بيقول لك
لا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي. ما تقعدش تقول لي احنا 120 مليون واحنا 130 مليون، احنا مش عايزين رقمك، احنا مش عايزين ان انت عدد وخلاص في البلد، بل يمتد ليشمل المشاركة الفعالة في بناء الدولة. احنا عايزينك تشارك في البلد، وعايزينك تشارك مشاركة فعالة، مشاركة يكون ليك دور جوه البلد. طيب تعال نشوف ازاي الانسان المصري او الفرد المصري يشارك مشاركة فعالة. اول حاجة المشاركة السياسية. اول حاجة عندك المشاركة السياسية. ازاي انت كمواطن مصري تشارك مشاركة سياسية؟ اول حاجة، مش انت بيكون ليك حق اختيار الحكام بتوعك؟ بتروح تنزل تختار الرئيس. طب بختاره ازاي؟ عن طريق الانتخابات. مش بتروح تخش المدرسة وتلاقي القلم كده متعلق في حاجة ويقول لك امسك القلم ده واختار اللي انت عايز تختاره من الحكام دول. فانت لازم تكون بتختار الحاكم بتاعك، بتختار الرئيس بتاعك، وبتختار ممثلي الشعب. مش تلاقي كده يقول لك انتخابات مجلس الشعب وانا نازل انتخب في مجلس الشعب. ده دورك، ده مشاركتك السياسية. طيب هنا يجي لي سؤال، انا بختار الحكام بتوعي وممثلي الشعب اللي هم الناس بتوع مجلس الشعب، الناس بتوع مجلس النواب. انا بختار الحكام والناس بتوع مجلس الشعب والنواب دول ازاي؟ ما لسه يا ابني قايل لك بختارهم عن طريق الانتخابات. يبقى اول حاجه المشاركه السياسيه ليك كفرد عايش في مصر او كمواطن في مصر، اول حاجه ان انا اختار الحكام وممثلين الشعب. طب بختارهم عن طريق ايه؟ الانتخاب. يبقى هنا في سؤال عندي، ازاي بيتم اختيار الحكام وممثلين الشعب؟ هقول له عن طريق الانتخاب. طب هل ده دوري بس؟ لا، ده انت لسه ليك ادوار كتير سياسيه. تاني حاجه ابداء الراي في القضايا العامه. لازم تقول دورك، ما تطلعش تطلع لي بقى على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك وعمال كوميكسات وهق وفيديوهات والكلام ده من غير ما تقول رايك بجد. خلي ليك راي في القضايا العامه، راي جدي، راي صارم. عرف الناس ان احنا لينا راي ولينا وعي ولينا دور ولينا مخ. طيب ايه كمان ممكن اعمله سياسيا في مصر؟ الانضمام الى الاحزاب السياسيه. ايه الاحزاب السياسيه دي يا مستر؟ بص يا عم، الاحزاب دي بتبقى عباره عن شله ليها راي في الدوله، بس الشله دي واخده صفه رسميه من الدوله. انا انضم لاي حزب من الاحزاب السياسيه دي واقول رايي في الدوله. يمكن رايك اللي انت مستهون بيه ده هو اللي يخلي الدوله بتاعتنا تتقدم وتتطور يا عم. طيب وكمان انضم لاي مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني، اي نقابه، اي مؤسسه ليها علاقه بالمجتمع المدني، مؤسسه بتعرفني حقوقي، بتعرفني واجباتي. فانا ممكن انضم للاحزاب السياسيه او مؤسسات المجتمع المدني. طيب اخر حاجه ليا ممكن اعملها سياسيا جوه مصر، اراقب اداء الحكومه. ايه ده؟ انا هروح اراقب على الشرطه والحكومه بتاعتي؟ هراقب عليها. طب انا راجل مش فاضي، راجل مدرس، راجل دكتور، راجل مهندس، مش فاضي للكلام ده. ازاي هراقب الحكومه بتاعتي؟ عن طريق الممثلين اللي احنا اخترناهم في مجلس النواب. الناس اللي انا وانت نزلنا انتخبناهم دول من حقهم يراقبوا اداء الحكومه، شوف الحكومه بتشتغل ولا لا، ولو بتشتغل صح ولا لا. فيبقى انا براقب اداء الحكومه عن طريق مين او من خلال مين؟ هقول له من خلال ممثلينا في مجلس النواب، من خلال ممثلينا في مجلس الشعب. طب والله ممثلينا في مجلس النواب ومجلس الشعب شايفين الحكومه بتمشي صح وماشيه كويس جدا، الدنيا تمام. طيب لو مش ماشيه صح ومش ماشيه كويس، يطالبوا بالاصلاح. يبقى كده مجلس النواب بيعمل حاجتين، بيراقب اداء الحكومه بيشوفها شغاله ولا لا، وبيطالب بالاصلاح لو هم مش شغالين احسن حاجه. طيب ممكن كمواطن مصري اعمل ايه تاني؟ ادعم امن الدوله واستقرارها. ازاي ادعم امن الدوله واستقرارها يا مستر مينا؟ هقول لك عن طريق الالتزام بالدستور والقوانين. احنا عايشين في بلد، البلد دي في قوانين بتحكمها، مش غابه، في دستور احنا قايلين فيه اللي هيعمل كذا هيتعاقب بكذا. فانا لازم التزم بالدستور والقوانين واحترمها. يعني ما تبقاش ايه عريس الجنه
واخد لي المكنه بتاعتك ورايح ترفع لي حصان ورحت داخل في محل واحد وبعد كده تتخانق معاه، ده انت كده هيتوقع عليك اشد عقوبه في الموضوع ده. فحضرتك لازم تكون ملتزم بالدستور والقوانين، ما تبقاش ماشي في خناقه وتلاقي 3 4 بيتخانقوا اكبر الخناق. لا، حضرتك دلوقتي احنا في دوله قانون هتتحبس، فلازم حضرتك تلتزم بالدستور والقوانين المختلفه. طيب ده بيدعم امن الدوله؟ انا لو التزمت بالدستور والقوانين بتاعتي مش هعمل مشاكل، مش هعمل خناقات، مش هعمل اي حاجه، الدوله هتكون عايشه في استقرار وفي امن. كمان اتحاول اتعاون مع مؤسسات الدوله. اي مؤسسه من مؤسسات الدوله بتعمل حاجه انا شايف ان هي بتفيد الدوله، ابتدي اتعاون معاهم. وعايز اقول لك مؤسسات الدوله ما بيعملوش اي حاجه غير ان هي تفيد الدوله. وانبذ العنف والتطرف والارهاب. يعني انبذ العنف، مشكله احاول احلها ما اكبرهاش. تطرف، لو لقيت حد من زمايلك بيحاول يتطرف ويخش في سكه كده، لا ابعد عنه واحاول اوعيه كمان. وطبعا لازم بنبعد عن الارهاب. يبقى كده ازاي ادعم امن الدوله واستقرارها؟ عن طريق الالتزام بالدستور والقوانين. التزم بالدستور والقوانين عشان عارف ان انا لو خالفته هتعاقب. تاني حاجه اتعاون مع مؤسسات الدوله وابعد عن العنف والتطرف والارهاب. طيب كمواطن مصري ممكن اعمل ايه تاني؟ المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. يعني ايه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ احاول ادخل فلوس للبلد. طيب الفلوس بتيجي ازاي؟ عن طريق الشغل بجد والاجتهاد. لازم اعمل وانتج في مختلف القطاعات. شغال مثلا انا كمستر مينا في وزارة التربية والتعليم، وعارف ان في 3 4 مدرسين تاني بتوع تاريخ او بتوع سوشيال ايا كان. فحضرتك ما اقولش هم هيشتغلوا وانا افضل بقى قاعد تمبلت كده لا، اشتغل وانتج. انا لما هشتغل وانتج وهو يشتغل وينتج وده يشتغل وينتج وده يشتغل وينتج، هنطلع افضل جيل. قيس الكلام ده على اي شركه. ما تبقاش في شركه قطاع حكومي وتقعد كده، لا انا كده كده مرتبي نازل. لا، اشتغل وانتج عشان خاطر الدوله دي يبقى فيها تنميه اقتصاديه، عشان خاطر الدوله دي يبقى فيها فلوس. رقم 2، دفع الضرائب التي تمول المشروعات العامه. حضرتك ربنا كرمك ورحت فتحت مشروع لوحدك، ليه بتتهرب من الضرايب؟ روح ادفع الضرايب. الضرايب دي اللي بتبني بيها المدارس والمستشفيات والكباري والطرق والبنيه التحتيه كلها بتاعت الدوله. انت كده بتخسر الدوله فلوس. يبقى تاني حاجه عشان خاطر ادخل للدوله فلوس، دفع الضرائب التي تمول المشروعات. ثالث حاجه تشجيع الاستثمارات والمبادرات المجتمعيه. النقطه دي هنقسمها نقطتين. تشجيع الاستثمار، ما تقعدش راكن لي فلوسك تحت البلاطه يا عم، طلع واشتغل وخلي الفلوس دي تكسب وتجيب فلوس، ويمكن تبقى في يوم من الايام من اهم الموردين والمستوردين في مصر، تجارتك تكبر. وكمان اشجع المبادرات المجتمعيه. اي مبادره هتحصل في المنطقه عندي، اي مبادره هتحصل في المجتمع، ابقى انا اول واحد مشارك فيها. يعني مثلا هيرصفوا الطرق وبيحاولوا يلموا فلوس من المنطقه او من الحي اللي انت عايش فيه، ما تدفع. هينظفوا الشوارع، انزل نظف معاهم. هيلونوا المنطقه، هيدهنوا السور بتاع المدرسه، اعمل ده كله. الكلام ده هيعود عليك بالنفع بعد كده. يبقى ازاي احقق تنميه اقتصاديه في مصر؟ عن طريق ان انا اشتغل وانتج فعلا، عن طريق ان انا ادفع الضرائب وامول المشروعات العامه اللي موجوده. دفع الضرائب ده هو اللي بيخلينا زي ما قلت لك اعمل مدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس وكل الكلام ده، وطرق وكباري وبنيه تحتيه. اشجع الاستثمار، اطلع الفلوس بتاعتي واستثمر فيها. وكمان اشجع المبادرات المجتمعيه. طيب رابع حاجه عندي الحفاظ على هويه المجتمع. عايز اقول لك من ضمن الحاجات اللي بتميزنا في العالم كله ان احنا محافظين على الهويه الثقافيه بتاعتنا، ان احنا محافظين على اللغه والدين بتاعنا. هنا هكبر لك المعلومه شويه. انا لازم احافظ على التراث المادي. حضرتك الفراعنه سايبين لنا اثار اي دوله في العالم تتمنى يعني خمسها. فانا احافظ على التراث المادي، احافظ على التراث الثقافي اللي انا بورثه. التراث الثقافي اذا كان تراث ديني، تراث ادبي، احافظ على التراث ده واحترم عادات وتقاليد المجتمع بتاعنا. معلش هقف هنا شويه. حضرتك مش لازم تلاقي مثلا بتوع الغرب بيعملوا ايا كان ايه وانا اجري وانساق وراهم ويلا نعمل ويلا نسوي. لا، انا احترم عادات وتقاليد المجتمع بتاعي.
عادات وتقاليد المجتمع بتاعي بيقول لك ان احنا ما بنسرقش، يبقى ما بنسرقش تحت اي بند. ما بنلعبش اللعب اللي منتشره اليومين دول، وان اكسبت والكلام ده كله، ما بلعبهمش. احترم العادات والتقاليد بتوع المجتمع بتاعي. اعزز قيم الانتماء والولاء للوطن. احاول ابقى منتمي لوطني انا وكل اللي اعرفه، واعزز قيمه الوطن في عين كل الناس. يبقى هنا لو جه سالني الحفاظ على الهويه او الحفاظ على هويه المجتمع بتبقى من خلال حاجتين، هقول له الحفاظ على التراث المادي والثقافي واحترام عاداته والتقاليد، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. اخر حاجه ويبقى خلصنا الجزئيه دي، انا كمواطن مصري لازم ادافع عن الوطن بتاعي. طب حضرتك هتدافع عن الوطن بتاعك ضد مين او من مين؟ من الناس اللي ممكن يحاولوا يجوا يدخلوا البلد. طب هدافع عن الوطن بتاعي هخرج كده وامسك بندقية ولا سلاح واخرج؟ لا طبعا. حضرتك بتساند القوات المسلحة. يعني ايه اساند القوات المسلحة؟ اي حاجة تقولها القوات المسلحة اعملها ونفذها. الناس دي اكتر ناس بتتعب وبتشقى في مصر ومتبهدلين عشان خاطر يعيشوك في امن وامان. يبقى اول حاجه زي دافع عن الوطن بتاعي اساند القوات المسلحه، اخلص الكليه بتاعتي واروح اقدم في الجيش بتاعي. الجيش ده احلى فتره هتقضيها في حياتك. الجيش ده الوقت الوحيد اللي هتحس ان انت ليك دور في البلد. انت بتدافع عن الوطن بتاعك. ودعمها معنويا. انا شايف الجيش بيقول او القوات المسلحه بتقول نعمل شيء فلان معين، انا اول واحد بيعمل الحاجه دي. كمان اشارك في الاعمال التطوعيه وقت الازمات والكوارث. والله حصل عندنا زلزال، والزلزال ده اتلف بعض المنشآت، فيها ايه لما انزل اساعد في ان انا اظبط المنطقه بتاعتي، اشيل الحاجات دي، نبتدي في بنى الحاجات الجديده. وقت الازمات والكوارث اللي تخش على البلد حضرتك لازم تشارك في الاعمال التطوعيه، الاعمال اللي بتعملها من غير فلوس، والاعمال دي ربنا هيجازيك عنها كل خير. كمان ودي اهم نقطه، عدم نشر الاشاعات التي تزعزع امن الدوله واستقرارها. نشر الشائعات ده بالله عليك يا اخي ما تقعد اللي رايح واللي جاي تقول له اي فكره جايه في دماغك نفسها تتعمل، فتقول له ده ممكن والله مش عارف يعملوا كذا، ده ممكن الدوله تعمل كذا. لا، ابعد عن الشائعات. ليه؟ لان الشائعات دي بتزعزع امن واستقرار الدوله. هنا يجي لي سؤال يقول لي عدم نشر الشائعات التي تزعزع امن واستقرار الدوله من ضمن دور المواطن المصري في ايه؟ في الدفاع عن الوطن. وقيس الكلام ده على الخمس نقط. يعني ايه قيس الكلام ده على الخمس نقط؟ يعني هنا يجي يقول لك ايه؟ تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. ده دور المواطن المصري في ايه؟ في الحفاظ على الهويه والمجتمع. طيب هنا يقول لك دفع الضرائب والعمل والانتاج. ده دور المواطن المصري في ايه؟ هقول له في المساهمه ان هو يحقق تنميه اقتصاديه. كده خلصنا لك دور الشعب المصري وازاي ممكن تشارك في المجتمع بتاعك. طيب بعد كده انا اول حاجه كلمتك على الشعب. طيب تاني حاجه وانا بعرف لك الدوله قلت لك ايه؟ ان هي بيكون ليها حيز جغرافي. ايه تعريف الحيز الجغرافي؟ هي حته الارض او هي الرقعه المحدده. هي الرقعه ايه؟ المحدده. وهنقف عند المحدده دي شويه. هي الرقعه ايه؟ المحدده. هي حته الارض المتحدده. حضرتك عايش في شقه، هل ينفع تخش على الشقه اللي جنبها وتقول دي بتاعتي؟ لا، انا الدوله بتاعتي متحدده زي الشقه بتاعتك كده متحدده بالحيطان. الدوله بتاعتك متحدده والسلطه بتاعتك هي اللي بتمارس سيادتها عليها. يبقى الحيز الجغرافي هي حته الارض المحدده التي تمارس الدوله سيادتها عليها. يعني من الاخر كده الرئيس بتاعك هو اللي بيمارس سلطته على الدوله بتاعتك. هل ينفع الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول لك ايه؟ انا اروح امارس السياده بتاعتي على دوله زي ليبيا، او ينزل مثلا في الجنوب يقول لك انا همارسها على السودان؟ لا، هي الرقعه المحدده التي تمارس الدوله سيادتها عليها. حته الارض اللي السلطه بتاعتنا بتمارس سيادتها عليها. ولا تقوم دوله دون وجود حدود معترف بها. مش هينفع اي دوله تقول على نفسها دوله
من غير ما يكون ليها حدود معترف بها. من غير ما يكون ليها حدود ايه؟ معترف بها. تاني، تعريف الحيز الجغرافي هو الرقعة المحددة التي تمارس الدولة سيادتها عليها. هي حتة الأرض اللي الدولة بتمارس سيادتها عليها. ولا تقوم دولة، مفيش دولة، لا يوجد دولة دون ايه يا مستر مينا؟ دون وجود حدود محددة معترف بيها. لازم الدولة بتاعتك يكون معترف بيها من كل دول العالم. تمام؟ طيب، الحيز الجغرافي، حتة الأرض بتاعتنا مصر دي فيها ايه؟ أول حاجة فيها يابس، الأراضي والبيوت والشركات والمصانع والكلام ده كله. فيها ايه تاني؟ فيها مياه إقليمية. المياه اللي موجودة في مصر نهر النيل، بحر متوسط، بحر أحمر، خليج العقبة، خليج السويس، دي اسمها المياه الإقليمية. يبقى حتة الأرض بتاعتي دي، الحيز الجغرافي بتاعي ده متقسم ليابس ومية. وإيه كمان عشان حضرتك طلعت في سنة تانية بكالوريا بقى دلوقتي وكبرت لازم نفهمك. الحيز الجغرافي حتة الأرض بتاعتي متقسمة يابس ومية ومجال جوي. يعني إيه مجال جوي؟ سقف الشقة يا عم. الشقة بتاعتك أنت مقسمها ريسبشن ومطبخ وحمام وأوض والكلام ده. السقف بتاعك ده مش من ضمن الشقة؟ نفس الفكرة بالظبط. الأرض اللي متقسمة، الحيز اللي متقسم ليابس ومية، مش فوقيه سما، مش فوقيه جو، الجو ده بتاعنا. يبقى الحيز الجغرافي بيشمل 3 عناصر. تيجي لك في امتحانك بتاع آخر السنة يجي يقول لك يشمل الحيز الجغرافي 3 عناصر. كله هيكتب لك ايه؟ اليابس والماء. طب وايه تاني يا مستر؟ المجال الجوي. انا اللي اقول مين اللي يخش بطياراته في المجال الجوي بتاعنا، مين اللي يفضل موجود عندنا ومين اللي يمشي ومين اللي ما يدخلش اصلا. يبقى الحيز الجغرافي يشمل 3 عناصر وهم اليابس اللي هو الارض، المياه الاقليميه الميه بتاعتي، والمجال الجوي. اول حاجه اليابس. اليابس ده هي مساحه الارض اللي احنا بنعيش عليها كسكان، وتمتد داخل اطار الحدود السياسيه للدوله. من الاخر كده اليابس بتاعنا ده حته الارض الكبيره اللي احنا عايشين عليها. طب تعالى كده نشوف ايه حدود مصر الشماليه والجنوبيه والشرقيه والغربيه. بص يا عمي، اول حاجه الحدود الشماليه بتاعتنا دي، الحدود الشماليه بتاعتنا متمثله في ايه؟ في خط على ساحل البحر المتوسط. هنا يجي لي سؤال، الحدود الشماليه لدوله مصر تتمثل في، هقول له خط ساحل البحر المتوسط. يبقى الحدود الشماليه كده انا بكلمك في الشمال. طبعا انتوا كلكم كبار ومش محتاجين اقول لكم الحدود بتاعتنا عامله ازاي. شمال، جنوب، شرق، غرب. الحدود الشماليه بتاعتنا عباره عن خط الساحل اللي على البحر المتوسط. طيب الحدود الجنوبيه بيقول لك تمتد مع دائره عرض، الحدود الجنوبيه تمتد مع دائره عرض 22 شمالا. تلاقي بعض المدرسين يقول لك 22 جنوبا، ده انا مش عارف ده متابع ايه ده. تمتد مع دائره عرض 22 جنوبا شمالا يبقى الحدود الجنوبيه عند 22 درجه شمالا. طيب الحدود الجنوبيه بتاعتنا دي بتفصلنا عن دوله اسمها دوله السودان. بتفصلنا عن دوله اسمها دوله ايه؟ السودان. طيب الحدود الجنوبيه اللي بيننا وبين السودان، الحدود دي اترسمت في 1899. تاني، الحدود الجنوبيه عند دائره عرض 22 شمالا، دي الحدود بتاعتنا مع السودان، والحدود دي اترسمت في 1899. هنا يجي لي 3 اسئله. اول حاجه الحدود الجنوبيه عند دائره عرض كام؟ وده السؤال الاهم، 22 شمال. طب الحدود الجنوبيه دي حدودنا مع مين؟ مع دوله السودان. طيب الحدود الجنوبيه دي اترسمت سنه كام يا مستر مينا؟ اترسمت سنه 1899. بعد كده حضرتك عندك الحدود الشرقيه. الحدود الشرقيه دي
عبارة عن ايه؟ تتمثل في خط ساحل البحر الأحمر، خط ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، بالإضافة إلى الحدود البرية بين مصر وفلسطين. دي الحدود بتاعتنا بالظبط، حدود برية عند فلسطين وخليج العقبة، وبننزل عند الحدود بتاعتنا عند البحر الأحمر. إحنا لينا نص البحر الأحمر، ملناش كل البحر الأحمر. يبقى الحدود بتاعت مصر الشرقية عندي حدود برية بيننا وبين مين؟ بيننا وبين فلسطين. وبعد كده عندي حدود مائية عبارة عن إيه؟ خليج العقبة وحدودنا في البحر الأحمر. طيب الكلام ده تمام، الحدود الشرقية. طيب الحدود الغربية، الحدود الغربية تمتد مع خط طول 25 شرقا، تمتد مع خط طول 25 شرقا. ودي الحدود اللي بتفصل ما بيننا وما بين ايه؟ ما بيننا وما بين ليبيا. دي حدود مصر، دي مصر بحذافيرها يعني بالسنتي زي ما بيقولوا كده. من الشمال خط ساحل البحر المتوسط، من الجنوب عندنا خط بيفصلنا ما بيننا وما بين دولة السودان عند دائرة عرض 22 شمالا. من الشرق عندي حدود برية وحدود بحرية، حدود برية بيننا وبين فلسطين والحدود دي اترسمت في 1906، حدود بحرية عند خليج العقبة وحدودنا في البحر الأحمر. الحدود الغربية احنا عند خط 25 شرقا، ودي حدودنا اللي ما بيننا وما بين ليبيا، والحدود دي اترسمت سنة 1925. دي حدودك، دي الحيز الجغرافي بتاعك اللي انت ليك ايه؟ ليا السيادة عليه. ده الحيز الجغرافي بتاعي اللي انا ليا السيادة عليه، اللي انا اقرر فيه كل حاجة، اقرر فيه داخليا وخارجيا وكل حاجة. دي الحدود بتاعتي، دي الحيز الجغرافي بتاعي. بأكد عليك، ده الحيز الجغرافي لمصر. تمام؟ مهمة جدا، بيجي عليها أسئلة، الأسئلة بتاعتها مباشرة. يجي يقول لك خط ساحل البحر المتوسط حدود مصر، هقول له حدود مصر الشمالية. دائرة عرض 22 شمالا، دي حدودنا الجنوبية. خط طول 25 شرقا، دي حدودنا الغربية. حدودنا مع فلسطين البرية، حدودنا مع البحر الأحمر أو حدودنا في البحر الأحمر وخليج العقبة، دي حدودنا الشرقية. طيب بعد كده هيجي يكلمك على المياه الإقليمية. قلت لك الحيز الجغرافي بتاعي عبارة يا إما عن يابس يا إما مياه إقليمية يا إما مجال جوي. طيب المية الإقليمية دي المساحة بتاعتنا اللي لينا في أي مية أو في أي بحر. يقول لك هي المساحة البحرية والتي تمتد عادة إلى 12 ميل بحرية. طيب فهمنا يا مستر، معلش عشان مش فاهم. لو ده بحر الأحمر بيننا وبين دولة السعودية، إحنا لينا فيه 12 ميل وهم ليه فيهم 12 ميل. طب الميل ده عبارة عن إيه؟ 1852 متر. تمام؟ يبقى المساحة البحرية عادة ما تمتد، سيبك من الرقم عشان ما يلخبطكش. المساحة البحرية بتمتد لكام ميل؟ ل 12 ميل. بتمتد لكام ميل؟ ل 12 ميل. المساحة البحرية بتمتد ل 12 ميل من الخط الأساسي للساحل. حضرتك لما بتسافر دهب، بتسافر شرم، بتسافر أيا كان بتسافر تصيف فين، لو انت واقف على خط الساحل، الرمله دي ده اسمه خط الساحل. احنا لينا قد ايه من عند خط الساحل، من عند الرمله اللي احنا واقفين عليها دي؟ لينا 12 ميل لجوه. بعد كده انت تبقى خرجت بره حدود دولتك. يبقى المساحه البحريه هي التي تمتد عاده ل 12 ميلا بحريا من الخط الاساسي للساحل، من عند الرمله بتاعتك اللي انا بقول لك عليها. تمام؟ غير ان الدوله المصريه ادركت مؤخرا اهميه الثروات المختلفه في المياه الإقليمية عند حدودها الشمالية. عايز أقول لك
ان مصر مؤخرا ابتدت تعرف ان في ثروات غنيه وكتيره جدا في الحدود الشماليه بتاعتنا. طب الحدود الشماليه بتاعتنا انت فاكر انا قلت لك حدودنا هي ايه؟ هي البحر المتوسط. عايز اقول لك ان البحر المتوسط ده اكتر بحر في مصر مليان ثروات معدنيه ومليان ثروات بحريه كتيره جدا. يبقى تاني، المياه الاقليميه هي المساحه البحريه التي تمتد عاده ل 12 ميلا بحريه. غير ان الدوله المصريه مؤخرا ادركت اهميه الثروات المختلفه اللي موجوده فين؟ في المياه الاقليميه بتاعتنا، اللي موجوده فين؟ في الحدود الشماليه عند البحر المتوسط. يجي لي سؤال استنتاجي يقول لك ايه؟ الحدود نقط هي اهم الثروات المختلفه في المياه الاقليميه. انهي ميه اقليميه كده من الاخر اهم بالنسبه لنا؟ هقول له مياه الحدود الشماليه اللي هي مياه البحر المتوسط. عايز اقول لك كمان ان المياه الاقليميه بتاعت مصر بتمارس عليها سيادتها الكامله. مصر بتمارس السياده الكامله على المياه بتاعتنا، اذا كان البحر الاحمر، البحر المتوسط، خليج العقبه، خليج السويس، كل ده. وقد عينت مصر حدودها البحريه. مصر عينت حدودها البحريه بشكل دقيق، بالذات عند البحر المتوسط. ليه؟ عشان يضمن ان هو يحافظ على الموارد والثروات اللي موجوده جوه. تاني، تمارس الدوله سيادتها على المياه الاقليميه، ومصر عينت حدودها البحريه بشكل ايه؟ بشكل دقيق. ليه يا مصر؟ عشان خاطر تقدر تستفاد وتحافظ على الموارد دي. ما انا لو سبت لهم الدنيا سبهلله، الدول الاوروبيه والدول اللي في اسيا هتيجي تاخد الحاجات اللي موجوده. فانا لازم احافظ على الموارد. يبقى لو جه سالني بما تفسر عينت مصر حدودها البحريه بشكل دقيق في البحر المتوسط، ليه مصر عينت حدودها بشكل دقيق قوي؟ هقول له عشان تضمن ان هي تحافظ على الموارد دي. بعد كده عندي المجال الجوي. زي ما قلت لك قبل كده، المجال الجوي ده هو سقف الشقه. طيب انا هعرف المجال الجوي، هقول لك ايه؟ هو المساحه الرأسيه. الرأسيه يمشي يعني هو المساحه اللي لفوق كده، تمام؟ التي تعلو الحيز الجغرافي، زي ما شرحت لك بالظبط. اليابس والميه بتوي فوقيهم سما. السما دي او الجو ده او المجال الجوي ده بتاعي انا، اللي اقرر مين اللي يطير فيه، مين اللي طياراته ما تدخلش عندنا. فيبقى تعريف المجال الجوي هو المساحه الرأسيه التي تعلو الحيز الجغرافي للدوله. هو المساحه الرأسيه اللي بتعلو الحيز الجغرافي، وتمارس الدوله، اقف هنا سيادتها الكامله عليه. الدوله زي ما قلت لك هي اللي تقول مين يجي عندنا ومين ما يجيش عندنا، مين نقدر نستقبله ومين ما نقدرش نستقبله، مين عايزين ندخل طياراته في المجال الجوي بتاعنا ومين لا. عايز كمان اقول لك، اثبت التاريخ المصري ان وحده الارض كانت اساس قيام الدوله. زي ما قلت لك التاريخ المصري اثبت لنا بشكل قطعي ان احنا كدوله وحدتنا هي اساس الدوله. الوحده اللي احنا موجودين فيها هي اساس الدوله، والحفاظ على الارض والدفاع عنها كان شرطا اساسيا لاستمرار الدوله. ان احنا نحافظ على الدوله بتاعتنا كوحده واحده، محدش يجي ياخد جزئيه منها، حد ياخد حته منها وده ياخد حته والدوله دي تاخد حته. ده كان السبب ان الدوله تفضل مستمره وقويه على مدى العصور. طيب كمان عايز اقول لك بقى على حاجه، وهنا اقف عشان هقول لك على سؤال مهم. بيقول لك تعد حدود مصر من اكثر الحدود ثباتا واستقرارا. ايه ده؟ ليه حدود مصر من اكثر الحدود الدوليه ثباتا واستقرارا؟ هقول له بسبب ان هي محدده شخصيتها الجغرافيه والسياسيه. مصر محدده شخصيتها الجغرافيه والسياسيه على مر العصور، وده اللي خلاها دولة مستقرة أو دولة من أكتر الدول اللي ليها ثبات واستقرار عبر التاريخ.
اللي مدي الدوله المصريه ثبات واستقرار، هقول له ان الدوله دي محدده شخصيتها الجغرافيه والسياسيه. احنا مش عايزين حاجه اكتر من اللي عندنا، وانتم مش هتاخدوا حاجه من عندنا. احنا محددين لكم الجغرافيا بتاعتنا فين، احنا بنبتدي منين ومنتهيين فين. لا عايزين منكم ولا تيجوا تاخدوا، ومش هتعرفوا تاخدوا مننا اي حاجه. بعد كده بيكلمني على السلطه. زي ما قلت لك، مين هم السلطه؟ ركز معايا كده، ولو معاك كوبايه شاي خد لك بق منها وشوف انا هقول لك ايه. السلطه دي هو بابا وماما بتوع الدوله. طب وضح لي اكتر يا مستر. الدوله دي مش ماشيه بالحب، الدوله دي ماشيه بنظام. طب مين اللي ماسك نظام الدوله؟ السلطه. زي البيت عندك بالظبط. البيت بتاعك مش بتصحى الصبح تاخد الفلوس دي ما جاتش هباء او البيت ماشي هرجله، لا. البيت بتاعك ماشي بنظام. بابا بيقبض مثلا 15000، عارف بيمشي البيت ازاي. هو بيقبض 10000، عارف بيمشي البيت ازاي. فالبيت ليه نظام، الدوله برضو ليها نظام. مين اللي ممشي نظام الدوله؟ السلطه. طب ايه تعريف السلطه؟ اول حاجه، السلطه هي المؤسسات التي تدير شؤون الدوله. الناس دي هي اللي بتدير شؤون الدوله. السلطه دول هم الناس اللي بيديروا شؤون الدوله، هم بابا وماما، الناس اللي بيديروا شؤون الدوله. السلطه دي هي اللي بتضع القوانين، هي اللي بتسن القوانين، هي اللي بيحط لنا القوانين اللي احنا بنمشي عليها. السلطه دي هي اللي بتعمل على تنفيذ القوانين وتحافظ على الامن العام. يبقى السلطه بتعمل 4 حاجات. اول حاجه، تدير شؤون الدوله، هي اللي بتمشي شؤون الدوله وتضع القوانين وتنفذها. يبقى السلطه هي اللي بتضع القوانين وهي اللي ايه؟ بتنفذها وتدير شؤون الدوله. طب السلطه بتعمل ايه تاني؟ بتحافظ على الامن العام. يبقى السلطه بيعملوا ايه؟ تدير شؤون الدوله، ده 1. تضع القوانين، ده رقم 2. تنفذ القوانين، ده رقم 3. وتحافظ على الامن العام، ده رقم 4. يبقى مفهوم السلطه متقسم عندي ل4 اجزاء. هي المؤسسات التي تشمل اداره شؤون البلاد وتضع القوانين وتنفذها وتحافظ على الامن العام طيب تعال نشوف عندنا كم سلطه في الدوله. حضرتك عندك 3 سلطات. طب قولهم لي كده يا مستر مينا. عندي سلطه تشريعيه، عندي سلطة تنفيذية، طب وآخر سلطة عندي سلطة قضائية. يبقى عندي كام سلطة في مصر؟ عندي 3 سلطات. 1 سلطة تشريعية، 2 سلطة تنفيذية، 3 سلطة قضائية. طيب تعالى كده نشوف كل سلطة من دول بتعمل ايه. اول حاجة السلطة التشريعية. السلطة التشريعية دي هي مجلس النواب. يجي لك سؤال في امتحان اخر السنة عشان خاطر تلم بيه درجات، يقول لك ايه؟ يطلق على السلطة التشريعية مجلس الشورى، مجلس النواب، المجلس الاعلى للقوات المسلحة. هختار ايه؟ السلطة التشريعية هي مجلس النواب. طب السلطة التشريعية ايه مهامها؟ مجلس النواب. مين مجلس النواب يا مستر؟ فكرني يا ابني. انا مش قلت لك في اول الدرس ان احنا بنروح نختار ناس يبقى هم الممثلين بتوعنا ودول اللي بيراقبوا الحكومة؟ ده مجلس الشعب. مجلس النواب ده هو مجلس الشعب. دول الناس اللي احنا اخترناهم وقلنا نروح بقى نكتب القلم ونختارهم والكلام دول. الناس دول بيعملوا ايه؟ اول حاجة تولي سلطة التشريع. هم الناس دول اللي بيختاروا لنا او بيقولوا لنا القوانين اللي احنا هنمشي عليها، والقوانين دي لازم تكون مناسبة لينا كمصريين. يبقى السلطة التشريعية او مجلس النواب اول حاجة بيعملوها ايه؟ تولي سلطة التشريع. الناس دول هم اللي بيسنوا لي القوانين، هم اللي بيعملوا القوانين، بس لازم تكون مناسبانا كمصريين. تاني حاجة اقرار السياسة العامة للدولة. يعني ايه اقرار السياسة العامة للدولة؟
هم اللي بيقولوا الدولة هتمشي ازاي، هم اللي بيحطوا الخطط والسياسة اللي هنمشي عليها، وبيحطوا خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الناس دول هم اللي بيقولوا لك احنا ازاي هنكبر في الاقتصاد بتاعنا، وازاي المجتمع بتاعنا هيبقى مجتمع راقي. كمان الناس دي هي اللي بتقر الموازنة العامة. الموازنة العامة دي بقى هات ورقتك وقلمك واكتب ورايا. الموازنة العامة هم بيقولوا لك ايه ايرادات البلد وايه مصروفاتها. يعني البلد دي دخلت لنا مثلا 10 تريليون، طب احنا صرفنا كام؟ صرفنا 11، يبقى الدولة دي بتخسر. طب الدولة دخلت 10 تريليون صرفنا 8، يبقى الدولة ايه؟ بتكسب. هي اللي بتقر الموازنة العامة، هي اللي بتقول لك ايه ايراداتك ومصروفاتك، هي اللي بتقول لك ايه اللي داخل البلد كفلوس يعني، وايه اللي خارج منها، والفرق ما بينهم بيعرفك الدولة دي ماشية اقتصاديا صح ولا لا. السلطة التشريعية ومجلس النواب آخر حاجة بيعملوها بيراقبوا على أعمال السلطة التنفيذية. الناس دي هي اللي بتراقب على الحكومة، وبتراقب على رئيس الدولة، وبتراقب على كل من هو سلطة تنفيذية في الدولة. مجلس النواب هو اللي بيراقب على السلطة التنفيذية. السؤال ده أقسم لك بالله احنا اهو لسه ما نزلش أي حاجة بنقول لك السؤال ده هيجي لك في الامتحان. مين اللي بيراقب على السلطة التنفيذية؟ السلطة التشريعية، دورها مراقبة السلطة التنفيذية. طيب تعالى كده بقى عرفني مين هي السلطة التنفيذية. بس استنى بس ناخد يعني مين هي السلطة التنفيذية؟ السلطة التنفيذية متقسمة لشقين. أول حاجة رئيس الجمهورية، ده رقم واحد. رئيس الجمهورية اللي هو رئيسنا اللي احنا كلنا بنفتخر بيه فعلا بجد، رئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يديله الصحة والعمر الطويل. رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية. ده سؤال سهل ممكن يجي لك، ركز فيه. من هو رئيس السلطة التنفيذية؟ هقول له هو رئيس الجمهورية. طيب رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة نقط، هقول له هو رئيس السلطة التنفيذية. طيب رئيس الجمهورية أو رئيس السلطة التنفيذية اللي هو بينفذ القوانين وبينفذ الحاجات اللي عايزة تتعمل في الدولة، أهم حاجة عنده إيه؟ هو أن يرعى مصالح الشعب. يشوف الشعب ده محتاج إيه ومصلحته في إيه ويعملها له. ويحافظ على إيه؟ على استقلال الوطن. الراجل ده لازم يحافظ على استقلال الوطن. ما تبقاش قاعد وتلاقي دولة تانية دخلت خدت البلد مننا. رئيس الجمهورية هو اللي بيحافظ على استقلال الوطن، مهم قوي، ووحدة أراضيه وسلامته. رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، بيراعي مصالح الشعب، يحافظ على استقلال الوطن. زي ما قلت لك ما ينفعش حد يحتلنا، احنا دولة مستقلة. ووحدة أراضيه، يعني ما ينفعش حد من جوه يخرج يقول لك ايه ده انا هاخد المحافظة دي وابقى بيها لوحدي، او اخد الحتة دي من الدولة واقعد فيها لوحدي، او اعيش فيها بقى بقوانين انا. لا، الرئيس بيحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته. تاني شق في السلطة التنفيذية الحكومة. الحكومة دي اللي هي عبارة عن ايه؟ زي عندنا في مصر رئيس الوزراء والنائب بتاعه او النواب بتوعه، والوزراء والنواب بتوعهم. يبقى الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا. طب بتتكون من ايه الهيئة التنفيذية والإدارية العليا؟ رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. والناس دي بتعمل حاجة حلوة جدا، بينفذوا القوانين اللي احنا او اللي السلطة التشريعية عملتها. يعني الحكومة دي اللي هو رئيس الوزراء والوزراء ومن تحتهم بقى الضباط واللواءات والعمداء والكلام ده كله، بيعملوا ايه؟ بينفذوا القوانين. بينفذوا ايه؟ القوانين. والله قالوا اللي هيسرق مش عارف هيتحبس 3 سنين مثلا. الناس دي هي اللي بتنزل تقبض على الناس دي. طيب اخر سلطة عندنا وهي السلطة القضائية. السلطة القضائية هي سلطة ايه؟ مستقلة. والله العظيم مهمة. دي السلطة الوحيدة المستقلة بذاتها. السلطة القضائية هي سلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها. كل المحاكم، محكمة الرياضة، محكمة الجنايات، محكمة الأسرة اللي هتبقى فيها أنت وعريس الجنة بتاعك إن شاء الله، دي كلها سلطة قضائية. السلطة القضائية هي سلطة مستقلة
تماما تتولاها المحاكم. المحاكم دول هم اللي بيتولوا السلطه القضائيه باختلاف انواعها ودرجاتها. زي ما قلت لك المحاكم كتير، منها في محاكم رياضيه. طيب ايه اهميه السلطه القضائيه او اختصاصات السلطه القضائيه؟ بتعمل لي ايه السلطه القضائيه؟ بتفصل في المنازعات واصدار الاحكام. حصل مشكله بين حد والتاني، هم اللي بيفصلوا في المنازعات دول، وهم اللي بيحكموا الحكم بتاعهم وفقا للقانون اللي كلنا موافقين عليه، وفقا للقانون اللي عملته مين؟ السلطه التشريعيه او مجلس النواب. وده كله بيحقق شعار العدل اساس الملك. وبكده نكون خلصنا نص درس بناء الدوله المصريه. يا رب تكونوا فهمتوا وخدتوا فكره عن المنهج بتاعكم. لو عايزين تشتركوا معانا في المنصه، معاكم مستر مينا كميل، ابعتوا لنا على الرقم اللي هيظهر لكم وهنرد عليكم وهنقول لكم ازاي تشترك في المنصه بتاعتنا. شكرا.